حقائق ومعلومات مثيرة عن دولة المغرب ستعرفها لأول مرة. هل تعلم أن المغرب تأسس سنة 788 للميلاد على يد إدريس الأول؟ وهل تعلم أن سبب تسمية المغرب بهذا الاسم جاء انطلاقا من اسم مراكش، والذي يعني بالأمازيغية أمور ياكوش، وبالمعنى الدلالي نصيب له أي أرض الأوقاف؟ هل تعلم أن المغرب هو صاحب أقدم جامعة في العالم، إذ بنيت عام 859 ميلادية على يد فاطمة بنت محمد الفهري بفاس، ولا تزال الجامعة تعمل لحد اليوم، وقد درس فيها العديد من العلماء كابن خلدون. هل تعلم أن باستطاعة المغاربة التكلم بعدة لغات، لكن من الصعب تعلم لغتهم، وتعتبر العربية والأمازيغية لغة رسمية، بالإضافة إلى اختلاف اللهجات الأخرى وتعددها؟ وهل تعلم أن المغرب هو أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777؟ هل تعلم أن مدينة مراكش تم تصنيفها سنة 2015 وبشكل رسمي كأول مدينة سياحية على مستوى العالم، حيث تقدمت على كافة المدن الأخرى الشهيرة مثل باريس ولندن، وكانت أفضلها على الإطلاق؟ هل تعلم أن المغرب هو أكبر مصدر للفوسفات وسمك السردين في العالم؟ وهل تعلم أن المغرب يتوفر على أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، الواقعة بالقرب من مدينة ورزازات، وسادس أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم؟ هل تعلم أن المغرب هو أقرب بلد لأوروبا بمسافة 15 كيلومتر فقط؟ وهل تعلم أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لم تسيطر عليه الإمبراطورية العثمانية؟ هل تعلم أن الأسرة الحاكمة في المغرب تعتبر من أقدم السلالات الحاكمة في العالم؟ وهل تعلم أن الجيش المغربي يصنف في المركز الخامس عربيا من حيث